السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية من قناة أكون فاي. معاكم محمد رضا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على نقطتين تلاتة أربعة كده من علامات الاستفهام في القطاع المصرفي وامتحانات البنوك وكده. تمام. مبدئيا احنا كنا عملنا فيديو اتكلمنا فيه عن كل الديتيلز الخاصة بسي اي بي، امتحان، طريقة تقديم، بروسس التعيين. اتفقنا ان هي اول حاجة ببدأ بيها خالص هي الفون انترفيو اللي هو كويك انترفيو. بعد ما بنخلصه بنخش على الاسسمنت اللي هو 3 بارتس، نيوميريكال وفيربال واندكتيف. لما بنعديه بعدها بيحصل معانا تواصل من الاتش ار واتكلمنا عشان نعمل بيرسونال انترفيو، ولو عدينا فيه ندخل تكنيكال انترفيو. حلو قوي. هنا اللبس او هنا المشكله اللي بتحصل، انت هنا قدامك 3 ردود بالظبط بعد ما تعمل التكنيكال انترفيو. اول رد بالنسبه لي هو ان انا اكسبت وخلاص، اخد اوفر من البنك ببوزيشن معينه بكل الديتيلز واروح عند العقد بتاعي. تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه وهي ريجكت، انت اترفضت للاسف وتقدر تقدم بعد 6 شهور. من البنوك المحترمه قوي السي اي بي في النقطه دي، اللي هو لما بيحصل اي حاجه خلاص انا ريجكت والدنيا مش تمام، بعت لي ميل محترم: بص يا ابن الناس احنا مفيش نصيب، وقدم تاني بعد 6 شهور. دي حركه محترمه جدا عكس بنوك كتير ما بتعملهاش، بتخليك تعمل بيرسونال وتكنيكال وتكبر دماغها منك. فالسي اي بي يشكر جدا على الحركه دي، حلو جدا. طب خلاص، انا دلوقتي قال لي انت اكسبت او ريجكت، مفيش اي مشكله في دول. اكسبت بروح عند الاوفر بتاعي وعند العقد الكونتراكت. ريجكت كده انا خلاص هستنى كمان 6 شهور واعمل ابلاي على الويب سايت بتاعهم لبوزيشن افيلابل على المحافظه بتاعتي. حلو قوي. طب علامه الاستفهام في ايه؟ اون هولد. كتير قوي يقول لك ايه، يتخلص كل البروسيس التعيين يجي له ميل يقول له بص يا باشا انت دلوقتي عديت كل حاجه وخلاص عديت كل المراحل، بس احنا بنقول لك دلوقتي احنا قلنا انك اون هولد، واول ما يتاح فرصه هنعمل ري اوبن للبروفايل بتاعك والابلكيشن بتاعك ونتواصل معاك عشان ايه؟ عشان نبدا عمليه التوظيف في الاخيره بقى اللي هو الاوفر والطب والكلام ده. حلو قوي. كام واحد على الحاله دي؟ كام كيس؟ كتير قوي، كتير قوي قوي قوي. طب الاول نتكلم ايه اسبابها. رقم واحد ان هو الفرصه اللي انت مقدم عليها اتحطت اون هولد واترفعت من الافيل، ان هي ما عادتش افيلابل خلاص وبقت اون هولد. يعني مفيش احتياج للفرع اللي انت كنت مقدم عليه في الوظيفه دي، ودي كنا اتكلمنا عليها اصلا واحنا بنتكلم ازاي تقدم لسي اي بي في كل الفيديو بتاع كل البنوك، تقدم زي كل البنوك. كنت قايل ان السي اي بي لما بتيجي تقدم مش زي الاهلي بتقدم بصفه عامه وهو يوزعك، لا انت بتقدم على بوزيشن معينه. تمام. فهو البوزيشن دي اترفعت من الفرع خلاص احنا مش محتاجين. حلو قوي. ده سبب رقم واحد. يعني المحافظه اللي انت فيها او المنطقه اللي انت فيها او الفرع اللي انت مقدم فيه مش محتاج البوزيشن دي، فخلاص كده انت هتحط اون هولد. طب المده المده، ودي المشكله الكبيره. رقم واحد المده، هي ملهاش مده. يعني ما ينفعش اقول لك انت اون هولد اسبوع، اون هولد اسبوعين، اون هولد سنه، انا ما اعرفش لحد ما في فرصه تتاح بقى يا معلم. طب ناس قعدت مدة قد ايه؟ انا شخصيا اعرف ناس قعدوا ما يقارب 4 سنين اون هولد. تمام. واعرف ناس قعدت 8 شهور واعرف ناس قعدت 5 شهور. الفكره في ايه؟ اللي هو خلاص حد مسك في وظيفه في سي اي بي فصعب بيسيبها غير على الاقل ما يدي لنفسه تجربه يجرب. فاهمني؟ فخلاص هو حد خد البوزيشن دي فانا مش هعرف ادخل. بس طب انا دلوقتي وضعي ايه؟ يعني انا مش عارف انا دنيتي ايه. بص، انت اون هولد قدامك لحد 6 شهور بالظبط. خلال ال6 شهور دي مفيش هيبقى حد بعت لك اوفر ولا حد اتش ار تواصل معاك من غير بقى ما تنزل السمارت فيليج تسال في الهيد اوفيس بتاع سي اي بي ولا تعمل اي حاجه، نوفر عليك كل ده. كل ده كلام اتش ار هناك. ما دام عدى 6 شهور وانت ما جالكش اوفر من سي اي بي يبقى انت كده يا باشا بلح، خلاص الفرصه دي خلاص طارت. وانت بالنسبه لسي اي بي اكسباير، خلاص انت كده منتهي الصلاحيه لحوار الاسسمنت وحوار البيرسونال والتكنيك اللي انت عملته ده، خلاص للاسف كده انت مش هينفع. وهتستنى لحد ما يكلموك تاني تعمل ري بيرسونال وري تكنيكال. يعني هتعيد بيرسونال
وهتعيد تكنيكال. وقتها بقى يشوفوا في فرصه متاحه ولا لا. طب هيكلموني امتى اعمل ري بيرسونال وري تكنيكال؟ لما الفرع اللي انا كنت مقدم فيه يفتح اللي هو محتاج في البوزيشن دي. تمام. يبقى كلمه السر هنا ايه؟ لو عدى 6 شهور انت كده اكسباير بالنسبه للاتش ار بتاع سي اي بي. تمام. كده قفلنا الجزئيه بتاعه سي اي بي. طب بالنسبه للاهلي، هما السؤالين دول اكثر شيوعا في الامتحانات البنوك حاليا. بالنسبه للاهلي، انا راجل عملت امتحان الاهلي، هنتكلم على كل كيس بقى. راجل عملت امتحان الاهلي، وقعت في الانجليش. انا موقفي ايه؟ موقفك حد ادنى، يعني من اول 6 شهور وانت طالع هيبداوا يكلموك عشان تعمل ري اسسمنت للانجليش. لو انت وقعت انجليش يبقى الانجليش بيتعاد تاني بحد ادنى 6 شهور. حلو. ممكن يكلموني يكلموني قبلها، اقصد ممكن يكلموني بعدها بكتير. يعني انت معاك من 4 شهور وانت طالع بقى. انا اعرف ناس جالها اعاده للانجليش بعدها ب4 شهور و3 شهور كمان. فهي الانجليش في فليكسبيليتي جامد في الاهلي انك تعيده ما دام وقعت انجليش. تمام، عشان هم عارفين اللي هو تقيل. تمام. وقعت اي كيو، للاسف الاي كيو في الاهلي مفيش اعاده. يعني انت مش هتلاقي حد بيكلمك يقول لك تعالى عيد اي كيو تاني. اي كيو في الاهلي مفيهوش اعاده، دي من الاخبار الوحشه. تمام. ايه تاني؟ عديت انجليش، عديت اي كيو، وقعت بيرسونال. اعرف ازاي ان انا وقعت بيرسونال؟ اعرف ازاي ان انا ويتنج ليست اهلي؟ انت عديت انجليش، عديت اي كيو، واحنا عارفين انك بتخش بيرسونال بعدها. طب ما ممكن اخش بيرسونال بعدها في نفس اليوم او بعدها بفتره، مش فارق لي. بيتقال لي جمله هناك، بيقول لي باشا انت من اسبوعين لشهر هنكلمك. حلو. عدى الاسبوعين، عدى الشهر، مفيش حد كلمني خالص. معاك لحد 6 شهور. المده دي كلها انت ممكن تلاقي في تكنيكال جاي لك، الو تعالى يلا تكنيكال. تمام. معاك لحد 6 شهور في امل. عديت ال6 شهور محدش كلمك تروح تعمل تكنيكال، كده انت انت كده وقعت فيلت في البيرسونال. تمام. طب هيكلموني امتى عادي البيرسونال؟ حد ادنى سنه وانت طالع عشان تعيد البيرسونال. مثلا عامله في شهر 5 2024، من اول شهر 5 25 تبدا تدور فين البيرسونال بتاعي. تمام. من سنه لسنه ونص يبعتوا لك تعيد الايه؟ البيرسونال. تمام. بس دي كانت اجابه سؤالين كده من اعقد الاسئله، خاصين بالاهلي وخاصين بسي اي بي. تمام. نتكلم في نوتس صغيره كده. مثلا مصر انت ليك امتحان مره واحده، تروح امتحان مره واحده، مالكش فرص تانية. بس لو جالك فرصه تانية ورحت هناك وسالوك امتحنت قبل كده، ما تقولش وتبقى صريح، فاهم؟ دي من الملاحظات اللي انا بحب اقولها. لعل لو عايز تخش امتحان وربنا يبقى يكتب لك رزق هناك. كيو ام بي. كيو ام بي برضو كنت عايز اتكلم على بروسيس التعيين بتاعه. من اكتر البنوك اللي بتطول في بروسيس التعيين بتاعها. انت ممكن تعمل امتحان النهارده اسسمنت اونلاين مثلا، تلاقي الرد جالك 3 4 شهور عادي خالص. تعالى يلا اعمل بيرسون. ممكن تلاقي الرد جالك في نفس اليوم، تعالى بكره اعمل بيرسون. فهو ملوش مالكه سي اي بي، كيو ام بي سوري. وبرضه من البنوك اللي بحترمها، اللي هو مثلا لما بيحصل ريجكت او ريجكشن بيكلمك او بيبعت لك ميل يقول لك احنا مفيش نصيب برضه وللاسف قدم بعد فتره وكده. تمام. دي شويه اسئله كنت حبيت ارد عليها في الفيديو. عندكم اي اسئله تانية سيبوا في الكومنتس. بس اتمنى بجد الفيديو يكون عجبكم، وما تنساش تشترك في القناه، تدعمنا بلايك وكومنت حلو. وبس، كان معكم محمد رضا.